حسمت إدارة الرجاء الرياضي اتفاقها مع المدرب الجنوبي إفريقي ديفيد فادلو لتولي قيادة الفريق الأول خلفا للتونسي الشابي بعد مفاوضات امتدت على مدى الأيام الماضية، وتوصل خلالها الطرفان إلى صيغة نهائية. ومن المنتظر أن يقوم النادي بأداء الشرط الجزائي الذي يربط المدرب بفريقه السابق سيمبا التنزاني من أجل فسخ العقد قبل أن يوقع رسميا على انضمامه إلى القلعة الخضراء. وتأتي هذه الخطوة في سياق رغبة المكتب المسير في منح دفعة جديدة للجهاز الفني بعد مرور جولتين فقط من انطلاق البطولة، حيث يتوقع وصول فادلو إلى المغرب خلال الساعات القليلة المقبلة لإتمام إجراءات التوقيع والشروع في مهامه، على أن يكون مرفوقا باثنين من أعضاء طاقمه التقني. ويذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بصم على موسم مميز رفقة سيمبا التنزاني خلال موسم 2024-2025، حيث قاد الفريق في 30 مباراة بالدور المحلي، حقق خلالها 25 انتصارا مقابل 3 تعادلات وهزيمتين فقط، بمعدل نقاط بلغ 2.6 في كل مباراة، ما جعل سيمبا يفرض هيمنته على البطولة. كما خاض 5 مباريات في كأس تنزانيا، فاز في 4 منها وخسر واحدة، بينما شارك على الصعيد القاري في 14 مباراة ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية، حقق خلالها 7 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، ليبلغ الفريق المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام نهضة بركان المغربي. وبحصيلة عامة، أشرف فادلو على 49 مباراة رسمية خلال الموسم، حقق خلالها 36 انتصارا و7 تعادلات و6 هزائم، ليؤكد قدراته كمدرب منافس محليا وقاريا. ويعرف فادلو بأسلوب هجومي يقوم على الضغط العالي والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، وغالبا ما يعتمد خطة 4-2-3-1 التي تمنحه توازنا بين الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية، وهو النهج الذي يتوقع أن يطبقه رفقة الرجاء من أجل تعزيز القوة الهجومية للفريق وإعادة إشعال حماس جماهيره الذواقة. ويرجح أن يقود المدرب الجنوب إفريقي ديفيد فادلو الرجاء الرياضي في مباراته المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية، وهي مواجهة ما زال الغموض يحيط بملعبها الرسمي. فالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أعلنت عن البرنامج الكامل للجولة الثالثة، لكنها لم تكشف عن الملعب الذي سيحتضن اللقاء، في وقت لم تحدد فيه إدارة الفريق الدكالي بعد خيارها النهائي بين الملعب البلدي ببارشيد وملعب أحمد شكري بمدينة الزمامرة. ويرتبط هذا الغموض أساسا بإغلاق ملعب الجديدة بسبب أشغال الإصلاح، وهو ما فرض على إدارة الدفاع الجديد البحث عن بديل لاستقبال الرجاء، علما أن المباراة ستجرى يوم الأحد القادم بداية من الساعة 4 بعد الزوال. هذا الوضع يجعل الأنظار موجهة نحو القرار النهائي بخصوص الملعب، في وقت يترقب أن يقود فادلو الرجاء لأول مرة من دكة البدلاء، ما يمنح المواجهة طابعا خاصا يزيد من انتظار الجماهير وترقبها. نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.